لا 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 لا، هذا النصر اللي احنا نعرفه، هذا النصر اللي احنا نعرفه يا جماعة. شوفوا الهدف يا جماعة يا اخوان، والله هدف تاريخي. هذا النصر. يو هذا النصر، هذا النصر. انا اقولها بكل جرأة وبكل شجاعة. عطني الهلالي بالفريق هذا المستوى هذا، والله عطني اياه يا ابو احمد، ورب الكعب عطني اياه. عطني يا شيخ، عطني السيتي، عطني مدريد، عطني برشا، والله العظيم. المدرب من؟ مدرب جيسوس، اكيد في كذا اكيد. ايوه يا شيخ، ايوه سيد المدربين. جواو فيليكس 10/10، عكس توقعات الجميع بان اللاعب راح يفشل. اللاعب اثبت عكس ذلك، وقلتها من البدايه. جواو فيليكس راح يكون من افضل اللاعبين، والله جواو موهبه، وارتاح في نادي النصر وحس بالطمأنينة، حس بالراحه. عشان كذا اللاعب قاعد يعطي. اسمع انا اخوك، مبروك. تدري هذا 30% بس من مستواه. انا عارف، باقي القادم مذهل. تو انتهت مباراة النصر والتعاون 5-0 للنصر. خلونا نتكلم عن المباراة. قبل ما نتكلم لا تنسون الفول يا حبايب. هاي حمودي، احنا كنا ملخمين كيف النصر جابك. تجارب سيئة، نقلت في عدة أندية في مدة قصيرة، كلها فشلت. ايش اللي قاعدين نشوفه؟ هاتريك. ايوه نعم هاتريك اللي قاعد تسمع صحيح. قدم مباراتين في السوبر ولا اروع، واول مباراة في الدوري هاتريك. يا رجل الزبدة الحبايب هذول من بيوقفهم ذول؟ رجل ايش هذا؟ ايش فيه؟ زبدة دون كريستيانو رونالدو. معليش وقت مستقطع قبل ما نتكلم عنه. تبغى تيشيرت ناديك ايا كان بافضل سعر وباعلى جودة، الرابط كود الخصم في البايو. 60 هدف يفصل عن كتابة التاريخ، 60 هدف. بس لعل الوحش هذا قروشه شوي. اتركها ونكد عليها على الخفيف. عموما انا ما تابعت المباراة، انا بس شفت المقتطفات والاهداف. علمونا ايش رايكم في الكومنتات، ولا تنسون فولو حساباتي في البايو دائما متواجد في الاصفر. تعالوا ان شاء الله. عمري ما شفت جواو فيليكس بالمستوى هذا والمجهود البدني الفظيع هذا. من الدقيقة 1 إلى نهاية المباراة ونفس المستوى. طبعا ما شاء الله، علشان ما حد يتكلم، جيسوس اشتغل على اللياقة البدنية للفريق كامل. فريق مرعب صراحة، خلينا نكون صريحين مع بعض. فريق بطل، فريق يعني قدم مباراة جميلة، مستوى ونتيجة وأداء. جيسوس اشتغل على الفريق وناوي على الدوري، ولكن باقي فيه فرق كبيرة زي الاتحاد والأهلي والهلال في انتظاره. من تتوقعون اللي راح ياخذ الدوري؟ 5 ضد التعاون في بداية الدوري، صايح برا على الخط على اللعيبة. والله هذه كنت ابغاها تصير لي من زمان، والحمد لله صارت. 5-0 فايزين، افضل بداية في تاريخ النصر في دوري المحترفين، نفوز 5. البداية السابقة كان ضد ضمك قبل 3 سنوات تقريبا. بس والله شفتها يا عيال، الهلاليين طلعوا عايشين. 5-0 وتلقاه على الخط يهاوش، هي اركض، هي اضغط، هي غطي، ايش في امك النتيجة 0-0 يلعب. والله خيسوس قلتها اول ما جبناه، اذا خيسوس ما نفعنا ما راح يضرنا. يعني اول شيء بيسويه بيرفع اللياقه. هذا احنا شيء نبغاه لنا 4 سنوات. تخيل 4 سنوات الدوري واحد يرفع لياقه لاعبين. ما في. ليش؟ لانه ما في مدرب يكمل اصلا. فخيسوس جاينا كذا قال في المعسكر انفضكم نفض. تخيل انا اليوم شفت سلطان غنام يفك سبرنت. اخر مره شفت سلطان غنام يفك سبرنت كنت مركب تقويم انا قبل 6 سنوات يمكن. لا مو 6 سنوات، قبل 4 سنوات 5 سنوات، مره قديمه يا اخي. سلطان غنام من زمان ما شفتك تفك سبرنت. اليوم شوف اللعيبه يضغطون، شفت اللعيبه كلهم مستواهم كويس. انخلوا ملاعبين محور ومستوى احسن من نص اللي في الملعب. شلون انا ما ادري، بس هذا خيسوس شيء ايجابي. ترى الموسم هذا شيء ايجابي مره. عندنا مدرب فاهم في الدوري، تجارب سابقه، عارف نقاط الضعف. لان اول مره ترى مدرب جديد يجي وما يلعب سلطان غنام. اوكي هو شايف سلطان غنام له سنتين، هو يشوف سلطان غنام ما هو مقتنع سلطان غنام، عشان كذا تعال دكه. هذا شيء انا ملاحظه من زمان. ما لعب سلطان غنام. كل المدربين اللي جو في تاريخ نادي النصر من يوم ما سلطان غنام موجود كلهم لعبوا اساسي. الا هو عارف ان سلطان غنام جاي يضرب اخر موسمين، فتعال اقعد في الدكه. نبغى كاس ملك، سوبر، الدوري، اي شيء. سوبر خسرنا، نبغى ما هذا يا نصر، ما هذا يا كبير الرياض وفخرها الأول بولو. 4 تسمع ولا ما تسمع؟ النصر يحلق يعني الاتحاد لازم يفوز ب5. احنا زين لو فزنا 1-0 على مع بلال والله وضعنا صعب. 4 جواو فيليكس هذا ايش قاعد يسوي؟ هذا مصيبة، اللاعب هذا مصيبة يا اخوان. يا حبيبي تكلمنا عن كريستيانو على طول سجل بلنتي، وتكلمنا برضو عن النصر سجل كومان سجل سقاطي وصناعة من العقيد. ايش قاعد يصير؟ دقيقة واحدة سباح ينقص كذا زي فان بيرسي. طيب النصر متصدر اول جولة ومتصدر فايز 3. قديم متصدر لا تكلمني. يو رجع. هذا الجملة حق النصراوي. يا اخوان تخيلوا الدوري الامريكي اعلى تصنيفا من الدوري السعودي. انا بس ابغى اعرف المعايير اللي سووها. دوري تخيل ما في الا لاعب واحد معروف اللي هو ميسي، بعكس عندنا اغلب نجوم اوروبا جبناهم. دوري تخيل ما في هبوط، تخيل بس دوري يعني ما في تهبط. دوري درجة اولى ما عندهم، بس دوري الممتاز. تخيل يعني كل ذا بس عشان بدينا ننافس اندية اوروبا.
كل ذا عشان صاروا اللعيبه عندهم يحطون في الشرط الجزائي انه لو جاء عرض من نادي سعودي يمديه يفسخ عقده. يعني والله شيء عجيب. انا بس بعرف المعايير اللي اختاروها عشان يصنفون الدوري الامريكي اعلى من الدوري السعودي. اتوقع اللي كان معنا في ميلان فيليكس اللي في التيك توك اللي يقول يا الجراح. فيليكس في اول مباراه في الدوري مع النصر هاتريك واعطاه احتفاليه الشيف احتفاليته كذا. انا متاكد خلاص، انا اجزمت ان اتلتيكو مدريد وبرشلونه وتشيلسي وميلان كلهم اخطوا بحقك، كلهم غلطانين الا انت ما انت بغلطان يا حبيب قلبي. فيليكس ايش قاعد يسوي اليوم يا عيال؟ هاتريك ضد التعاون وافضل بدايه في تاريخ الدوري المحترفين للنصر. يعني البدايه السابقه كانت ضد ضمن كان فزنا 4. تاليسكا وابو بكر الحين افضل بدايه 5-0 ضد التعاون اللي نجاب لنا هنا في بدايه الدوري سنتين ورا بعض. يعني الثلاثي في مباراه اليوم، هدف من الدون، صناعه من ماني، هاتريك من فيليكس، وهدف وصناعه اتوقع من كومان او هدف فقط. هذا اللي كنا نحتاجه من اول، لان السنه اللي فاتت واللي قبلها اعتمادنا الكلي والاغلب كان على كريستيانو. بعدين جت فترات كريستيانو تاليسكا وماني، بس ما اعتمدنا على تاليسكا كثير، كان ضرب فوق تحت. اللي خايف منه في موضوع فيليكس فقط اللي صار له في كل الانديه، فجاه كذا بوف. اللي برشلونه كانوا يقول نبيه بس راتب عالي، ما حرصوا عليه مره. في ميلان جانا اول مباراه لب، اول هدف له لب، بعدها 19 مباراه يبغى يسوي لب. يعني عقليته شوي تعبانه، بس يعني خيسوس مراهن عليه وكريستيانو كابتن البرتغال مراهن عليه برضو. فاتمنى ان الرجال يعني يحس بالمسؤوليه، قال اوكي انتم مراهنين علي، انا اوريكم يا البرتغالي. قايل لكم ولد الناس والله العظيم انه مظلوم. افضل حارس سعودي افضل من اجانب، مو بلين افضل حارس سعودي معناته انه مو كويس، لا بالعكس كويس. اليوم شوف للحين الحمد لله كلين شيت، لكن مو بس كذا، اليوم صانع لك هدف الكمان، قال له انفرد، اعطاه انفراده. اللاعب يعرف يلعب برجوله، بنته ما يعرف، يعني تصدياته كويسه. فاول ما اخذ فرصه في اول مباراه قدم لك اداء خيالي، فالحمد لله ان خيسوس اعطاه فرصه بس واثبت نفسه على طول.